أهلا بيكم. النهاردة بقى هنغوص في حتة كيمياء بحتة ورا إزازة البرفان اللي بنستخدمها كل يوم. إزاي أصلا شوية ذرات كربون على هيدروجين على أكسجين بتترتب بطريقة معينة عشان تدينا الروايح دي كلها. المصادر اللي معانا النهاردة بتدخل في قلب الموضوع ده، بتشرح لنا الجزيئات دي والروابط اللي بينها وإزاي بتعمل السحر ده كله. جاهزين؟ الموضوع ده فعلا شيق جدا. احنا هنا بنتكلم بشكل أساسي عن الكيمياء العضوية. المركبات دي أساسها كربون ومعاها هيدروجين وغالبا أكسجين، وممكن كمان نلاقي نيتروجين. ممكن تكون مجرد هيدروكربونات زي مثلا التربينات الفيزيوت العطرية زي الباينين والليمونين، أو ممكن تكون فيها مجموعات فيها أكسجين زي الكحولات والألدهيدات والإسترات، أو حتى نيتروجين زي مركبات المسك الصناعية ومركبات تانية اسمها الأنثرانيلات. طيب خلينا نبسطها شوية. الذرات دي بقى بتمسك في بعض إزاي عشان تعمل الأشكال المعقدة دي؟ بص، هي الكيمياء هنا ممكن نشبهها بالليجو شوية. ليجو إزاي يعني؟ أيوة، الكربونة مثلا عاملة زي قطعة الليجو اللي ليها 4 أماكن تمسك فيهم. تمام. الهيدروجين بيمسك في مكان واحد بس، الأكسجين في 2، والنيتروجين في 3. عشان كده الكربون هو الأساس عشان بيعمل روابط كتير. بالظبط. وذرات الكربون دي ممكن تمسك في بعض وتعمل سلاسل طويلة، ممكن تكون مستقيمة أو متفرعة، وممكن كمان تعمل روابط ثنائية أو ثلاثية بينها. الرابطة الثنائية دي بتخلي الجزيء اسمه غير مشبع. طيب وإيه حكاية الحلقات اللي بنسمع عنها دي زي حلقات البنزين؟ الحلقات دي مهمة جدا. ذرات الكربون بتقدر تعمل حلقات مقفولة، أشهرها طبعا حلقة البنزين السداسية. دي بقى هتلاقيها في مواضع عطرية كتير قوي، طبيعية وصناعية. المركبات اللي فيها حلقة بنزين دي ليها اسم كيميائي كده، بنسميها أروماتية. أروماتية يعني ليها علاقة بالأروما أو الريحة الحلوة. لا، هو الاسم قديم شوية، ملوش علاقة مباشرة بمعنى كلمة أروماتي اللي بنستخدمها في وصف الروايح دلوقتي. وممكن الحلقات تكون خماسية أو أكبر من كده بكتير، وممكن يكون فيها ذرة أكسجين أو نيتروجين كمان جوه الحلقة نفسها. التنوع ده كله في الأشكال هو اللي بيدينا ملايين المركبات العضوية المختلفة اللي نعرفها. وفي عيلة مهمة قوي ذكرتيها اسمها التوربينات. ممكن تفاصيل أكتر عنها؟ أكيد. التوربينات دي من أهم المجموعات في مواد العطور، حاجات زي الجرانيول واللينالول اللي بنشمهم في الورد واللافندر أو حتى الكافور. كلهم بيتكونوا من وحدات صغيرة، كل وحدة فيها 5 ذرات كربون، اسمها وحدة أيزوبرين. ساعات في صناعة العطور بنستخدم كلمة توربين بس عشان نشاور على الهيدروكربونات منها، زي الليمونين اللي في الليمون. إنما لو فيها أكسجين بنسميها بقى كحولات توربينية أو ألدهيدات توربينية وهكذا. هنا بقى الموضوع بيبقى شيق قوي فعلا. المصادر بتقول إن نفس الذرات بالظبط، نفس العدد والنوع ممكن يتركبوا بشكل مختلف فيدي ريحة مختلفة تماما. بالظبط كده. دي ظاهرة اسمها التشكل أو الأيزوميريزم. التشكل. أيوة، نفس عدد ونوع الذرات بس ترتيبهم مختلف. في كذا نوع منها. في تشكل بنسميه هيكلي، الهيكل الكربوني نفسه مختلف، زي مثلا كحول البيوتيل العادي والأيزوبيوتيل، ريحته مختلفة شوية. وفي تشكل موضعي، مكان المجموعة الوظيفية زي مجموعة ال OH في الكحول بيختلف مكانها على السلسلة أو الحلقة، زي مثلا ألفا وبيتا وجاما توربينيول، كلهم توربينيول بس مكان مجموعة الكحول مختلف والريحة بتختلف. ياه. الأهم بقى واللي بيعمل فرق كبير قوي في الريحة هو التشكل الفراغي. فراغي يعني الشكل في 3D. تمام، زي حاجة اسمها سيس والترانس، مركبين مشهورين زي الجيرانيول والنيفرول، هم ايزومر لبعض من النوع ده. الفرق بس في الترتيب الفراغي للذرات حوالين رابطة ثنائية. السيس غالبا ريحته بتكون مميزة أكتر، بس ممكن يكون أقل ثبات من الترانس. طيب وإيه حكاية التشكل الضوئي دي كمان سمعت عنها؟ دي بقى أغرب حاجة تقريبا. نفس الجزيء بكل تفاصيله، نفس ترتيب الذرات، بس ممكن يكون له شكلين زي الإيد اليمين والإيد الشمال بالظبط. زي الصورة ومريترات؟ بالظبط كده. بنسميهم ايزومرات ضوئية أو enantiomers. وساعات الفرق في الريحة بينهم بيكون كبير جدا للدرجة اللي تتخيليها. أشهر مثال هو مركب اسمه الكارفون. الشكل اليميني منه بيدي ريحة الكروية، تمام. الشكل الشمالي اللي هو صورته في المراية بيدي ريحة النعناع السنبلي السبيرمنت. يا خبر أبيض. نفس المركب تماما بس واحد كراوية والتاني نعناع. أيوة، ده بيوريكي قد إيه مستقبلات الشم بتاعتنا دقيقة وحساسة للشكل الفراغي للجزيء. طيب والمجموعات الوظيفية بقى اللي اتكلمنا عنها في الأول، زي الألدهيدات والكحولات والاسترات، دي تأثيرها إيه على الريحة؟
المجموعة الوظيفية دي بتعتبر زي العلامة المميزة للجزيء، بتحدد سلوكه الكيميائي وبتأثر جامد على ريحته. الألدهيدات مثلا بشكل عام بتكون أقوى وأنفاذ من الكحولات اللي ليها نفس الحجم تقريبا. أقوى إزاي؟ يعني ريحتها بتكون أوضح وأكتر حدة. بس طبعا الفرق ده بيعتمد على حجم الجزيء نفسه. كل ما الجزيء يكبر الفرق في نوع الريحة ممكن يقل، بس الفرق في القوة هو اللي بيفضل واضح. زي مثلا لو قارنا بين كحول والدهيد الأميل سيناميك، الاتنين ريحتهم فيها طابع زهري، بس الألدهيد أقوى بكتير. والاسترات؟ قلت إنها بتتكون من كحول وحمض. تمام. الاستيراد دي بقى غالبا بتدينا الطابع الفاكهي أو الزهري الحلو ده. فقريف ريحة الأناناس أو التفاح أو الموز الصناعية دي كلها استيراد. ريحتها بتبقى مزيج بين الطابع الفاكهي الزهري بتاع مجموعة الإسترا نفسها وبين خصائص الكحول والحمض اللي كونوها. لو الكحولز أو الحمض اللي داخلين في التفاعل ريحتهم قوية أصلا، ممكن ريحتهم هي اللي تطغى شوية على ريحة الإستر. طيب والرابطة الثنائية اللي في السلسلة الكربونية نفسها، مكانها بيفرق في الريحة والقوة؟ طبعاً بيفرق، وبيفرق جداً كمان. مكان الربط الثنائية دي ممكن يغير القوة والريحة بشكل كبير قوي. يعني في مثال مشهور لألدهيدات فيها 11 ذرة كربون. الألدهيد الأندرسيلينيك اللي فيه رابطة ثنائية واحدة، ريحته وقوته مختلفين تماماً عن الأندسيليك المشبع اللي ما فيهوش الرابطة دي. ولو الرابطة الثنائية دي اتحركت لمكان معين جوه السلسلة زي في ألدهيد تاني اسمه انترليف، القوة ممكن تزيد بشكل خرافي. للدرجة دي؟ أيوة، كمان لو في كذا رابطة ثنائية ورا بعض بترتيب معين بنسميها روابط ثنائية مترافقة، يعني رابطة ثنائية أحادية ثنائية. ده غالباً بيدي ريحة أحلى وأعمق، زي مثلاً السترال اللي في الليمون أو السيناميك ألديهايد اللي ريحته قرفة. روايح مميزة جداً وعميقة. بس في تحذير هنا، صح؟ قلتي حاجة عن الحساسية. دي نقطة مهمة. نفس الروابط الثنائية المترافقة دي بالذات لو كانت جنب مجموعة زي مجموعة الكربونيل اللي في الألديهايد ممكن تخلي المركب عنده قابلية أكتر إنه يسبب تهيج أو حساسية للجلد عند بعض الناس. نار هدوء. عشان كده تصميم العطور ده علم وفن معقد جدا، لازم يوازن بين الإبداع والريحة الحلوة وبين الأمان وتجنب المشاكل دي. يعني اللي فهمته من كل ده إن الكيمياء ورا العطور دي عاملة زي لعبة بازل دقيقة جدا جدا. أي تغيير بسيط قوي في التركيب بتاع الجزيء، سواء مكان رابطة أو الشكل الفراغي بتاعه أو مجموعة وظيفية صغيرة، ممكن يقلب الدنيا، يغير الريحة تماما، من حاجة قوية لحاجة هادية، أو من فاكهي لزهري، أو حتى يفرق بين حاجة مقبولة وحاجة ممكن تعمل حساسية. بالظبط كده. وده بيخلينا نفكر في سؤال مهم بقى. بما إننا دلوقتي فاهمين أو بنفهم أكتر العلاقة الدقيقة والمعقدة دي بين الكيمياء والريحة، وكمان احتمالية التهيج والحساسية، إزاي المعرفة دي بتوجه فن وعلم تصميم العطور الحديثة؟ وإزاي العطارين وصانعي العطور بيقدروا يوازنوا بين حتة الإبداع والرغبة في ابتكار روائح جديدة ومختلفة وبين الالتزام بمعايير الأمان اللي بقت صارمة أكتر؟ ده سؤال فعلا يستحق التفكير.